حلقة النهارده هنتكلم عن اليوتيوبر مروان اللي حياته اتدمرت بالكامل بسبب فضوله لاكتشاف اسرار الديب ويب. هنتكلم عن سر حالات الاختطاف والاختفاء اللي كانت منتشرة الفترة اللي فاتت في الدول العربية. اهلا بيك، انا احمد حجازي ويلا بينا نبدا الحلقة. مروان شاب في اواخر العشرينات كان عنده قناة على يوتيوب زي حالاتنا كده، بس ما كانش لاقي محتوى محدد يتخصص فيه، فكان مشتت شوية وبيجري ورا الفيديوز اللي بتطلع ترند. اي فيديو يشوف ان عامل مشاهدات عالية يحاول يقلده. بعد سنة كاملة قدروا انه يكون عنده بالعافية 10000 مشترك. طبعا بدا انه يحس بالاحباط وحاسس ان هو بتقدم ببطء قوي. في يوم دخل على الشورتس وبيسكرول بسرعه، ظهر قدامه شورتس عن الديب ويب، عن اخطاره والكوارث اللي بتحصل فيه. الشورت كان جايب ملايين المشاهدات والكومنتات اللي تخلي مروان يفكر انه يقلده. فضل يعمل سيرش كتير عشان يحاول انه يعمل فيديو مميز، وفعلا فكر انه يعمل تجربه محدش جربها قبل كده. قرر انه يعمل فيديو يوري كل الناس ايه اللي بيحصل في الديب ويب. قرر انه يخلي الناس بدل ما تسمع بس عن اخطاره لا تسمع وتشوف، وبدا فعلا ياخد التجربه بنفسه. طبعا بعد السيرش الطويل على الانترنت عرف ايه البرامج المخصصه اللي المفروض ينزلها علشان يدخل على الديب ويب. الديب ويب لو انت ما سمعتش عنه قبل كده، في امكانيه انك ممكن تدخل غرف بتقوم باعمال غير شرعيه. طبعا هو كان محضر لسته من الغرف دي وقدر ان هو يدخل ويصور فيديو طويل جدا. طبعا عمل ايديت الفيديو ورفعه على يوتيوب حوالي الساعه 2 بالليل. بعد 14 ساعه قدام الكمبيوتر، انت متوقع ايه غير انه يكون منهك وتعبان؟ غير ان هو كان في حاله ذهول ورعب وغموض بسبب الحاجات اللي شافها، فيديوهات قتل اطفال، اغتصاب وتعذيب. ده غير ان كل الكومنتات بتاعت الفيديوز دي عباره عن تشجيع للمجرمين دول ان هم يقوموا باعمال زياده. الموضوع طبعا منهك نفسيا بشكل كبير. لما صحي من النوم ومسك الفون بتاعه علشان يشوف الفيديو اترفع ولا لا، لقى مسج من جيميل بتقول له انك خرجت من الاكونت. ده غير طبعا التنبيهات الامنيه اللي كانت جات له وهو نايم وما خدش باله منها. حاول يدخل كتير بالايميل والباسورد بتاعه لكن كان دايما بيطلعوا غلط. طبعا هو مش فاهم ايه اللي بيحصل. وفي وسط اللخبطه دي مديره رن عليه فجاه وبيقول له بعصبيه جدا ايه الرساله اللي انت بعتها لي دي؟ مروان بيقول له رساله ايه؟ انا ما بعتش حاجه. قال له انت بعت لي من شويه رساله بتقول لي الحقني. لما فتحت المسج ما لقيتش حاجه، وبعدها بشويه لقيت ان كل الفلوس اللي في الفيزا بتاعتي اتسحبت، والفون بعدها بدا يهني. طبعا مروان اتصدم من الكلام ده وبدا ان هو يحكي له اللي حصل. بعدها بشويه واحد من صحابه رن عليه وقال له انه حصل معاه نفس اللي حصل مع المدير بالظبط. في الوقت ده ما كانش قدامه اي حل غير انه يكلم حد متخصص في الاي تي. واحد من صحابه اسمه الباشمهندس هشام رن عليه وحكى ليه اللي حصل معاه بالظبط. المهندس طبعا عرفه ان ده عمليه اختراق وانه كده تقريبا تم الاستيلاء على جميع حساباته. وطبعا عرفه حل الموضوع ده انه يبعت لجوجل سبورت ايميل، بس يعني ان هم يبعتوا له فورم يملاها عشان ياكد بياناته عندهم، وبعد فتره هيرجعوا له ايميل تاني. طبعا زي ما احنا عارفين معظمنا بيكونكت الواتساب باللابتوب. مروان كان عامل نفس الموضوع، فلما تم اختراق الجهاز بتاعه الهاكر قدروا انه بسهوله يدخل على الواتساب بتاعه، ومن هنا بقى بدا انه يبعت رسائل لزمايله. طبعا عشان الموضوع كبير المهندس قرر ان هو يروح يزور مروان علشان يشوف الموضوع بالظبط. لقى انه فعلا الهاكر اخترق كل الاكونت بتاعت مروان، وده لانه زي كتير زينا حافظ الايميل والباسورد بتاعه في البراوزر بحيث ان هو لما يجي يدخل تاني يدخل تلقائي، وده طبعا غلط. هو ده اللي سهل للهاكر انه يستولى على جميع الاكونتات. ده غير كمان انه موقف اصلا كل برامج الانتي فيروس، لانه طبعا برضه زي معظمنا بيحب ينزل العاب مدفوعه وكراكات، وده طبعا بيخلي عمليه الاختراق الجهاز سهله جدا بالنسبه للمخترقين. طبعا مفيش حل حاليا لاي مشكله من دي غير انه يفرمت الجهاز، زائد انه يبعت مسج لكل اصحابه ويعرفهم ان اي حاجه غريبه توصل لهم مش من عنده. على فكره مش مروان بس هو اللي حصل معاه كده، نفس السيناريو ده حصل مع 1000 غيره. فضلهم خلاهم انهم يكونوا فريسه للمخترقين. في سنه 2021 طلعوا تقرير عن التهديدات الامنيه، لقوا ان 29% من عمليات الاختراق اللي بتتعرض لها الشركات العالميه يكون منبعها الديب ويب. بالك ديب ويب مش الدارك ويب، في اختلاف بين الاثنين. في كتير مننا بيعتقد ان الديب ويب هو الدارك ويب، بس في الحقيقه في اختلاف كبير. الديب ويب بيكون عليه في الغالب مصادر مهمه زي وثائق حكوميه، كتب ممنوعه النشر، مواقع خاصه بالاختراق، خاصه بالنصب والاحتيال الى اخره. الديب ويب ممكن تلقى عليه حاجات عاديه ومفيده، بس ممكن تكون ممنوعه ومحظور انتشارها. علشان كده الدخول ليه ممكن يكون سهل. عن طريق متصفح تور تقدر تدخل، متصفح مجاني ومفتوح المصدر، بس طبعا كل ده ما يمنعش ان الاكونت بتاعك يتهكر بسهوله. عموما لو مالكش في التكنولوجيا والمواضيع دي ما تجربش. حلو جدا. فين بقى الاسلحه والمافيا والمخدرات والشغل ده؟ الدارك ويب ده الاخطر. علشان كده بيكون صعب جدا ان اي شخص عادي يدخل عليه. عشان تدخل لازم تحتاج توصيه من شخص او مجموعه موجودين عليه اصلا، فبلاش فضولك يخليك تبحث كتير عن الحاجات دي لانها فعلا خطيره فوق ما تتخيل. معظم الدول بتعتبر دخولك للدارك ويب جريمه بيعاقب عليها القانون. الدارك ويب مصنف انه مكان مخصص لاعمال غير شرعيه. وبس كده، انا احمد حجازي، ما تنساش تعمل اشتراك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.